كابتن ميدو شايف ان الاهلي، ان الدوله بتفرق بين الاهلي والزمالك في المعامله، وبتخلي الاهلي ان هو يطلع دولار بره البلد، يطلع دولار للمحترفين والمدربين، وفي نفس الوقت ما بيعملش كده مع الزمالك، لا بيخلي اسوريو ياخد فلوسه بالدولار، ولا بيخلي اللعيبه تاخد فلوسها بالدولار او المستحقات بتاعتها. والحقيقه انا ما كنتش هقتنع بكده لولا ان كابتن ميزو ايد الكابتن ميدو في الكلام ده. حط نقطه على الدال وخلاها زي يعني المهم، هو شايف ومقتنع فعلا بكلام ميدو، وقال لك الدوله بتفرق في المعامله. بس انا كان ليا سؤال، طب سيب الاهلي، خلي الاهلي على جنب. انت عندك كم محترف اصلا في الدوري المصري غير الاهلي وغير الزمالك؟ عندك في بيراميدز مثلا 5 اجانب، ده غير 5 في الجهاز الفني، كل دول بياخدوا بالدولار، بيقبضوا بالدولار، فبياخدوا دولار من مصر وبتطلع بره البلد. ما سمعناش عن اي مشكله حصلت. سيراميكا كليوباترا، البنك الاهلي، اي فرقه في الدوري المصري، انت عندك تقريبا 30 لاعب محترف في الدوري المصري، ده غير المدربين. ما سمعناش عن اي حد عنده مشكله ما عدا الزمالك. وهنا ببساطه انا ممكن اكون شايف بعد اذنك يعني ان المشكله ممكن تبقى مش في الدولار، المشكله ان انت ما عندكش فلوس اصلا، ولا جنيه ولا دولار، انت ما عندكش عمله. انت مستني الدولار اللي هيجيلك من عقوبه كهرباء علشان خاطر تستغله في صفقات، دي يعمل لك سيوله في النادي عندك، لان انت ببساطه ما عندكش ولا جنيه، مش ولا دولار، انت ما عندكش ولا جنيه، وما كنتش بتقبض اسوريو، فانت على امل ان يجيلك العقوبه بتاع الكهرباء النهارده لا بكره لا بعده، وتاخد فلوس علشان انت ما معكش فلوس. فمشكلتك مش ان انت تطلع دولار بره البلد لاسوريو، انت لو اديت له الفلوس في ايديه اساسا، لو قبضته هو يطلع ما يطلعش يا عم دي قصته، انت مالكش دعوه، انت عملت اللي عليك. انما انت اصلا ما قبضتوش، انت ما معكش فلوس تقبضه، ما معكش فلوس تديله، ما معكش دولار انت اصلا. فانت بتقارن نفسك بالاهلي؟ يا عم قارن نفسك ببيراميدز، قارن نفسك ببنك الاهلي، قارن نفسك باي حد في الدوري المصري، غزل المحل، اي فرقه بتقبض بالدولار الناس عادي، ما سمعناش ان حد اشتكى، ما سمعناش مشكله، ما سمعناش ان ده غير عندك انت. وكنت الاهلي هو الدوله بتعامل الاهلي وبيراميدز وسيراميكا وغزل المحل، وبتعامل الفرق دي كلها برضو كده زي الاهلي، وانت الوحيد اللي الدوله خايفه منك، انت الوحيد اللي الدوله عامله لك حساب وخايفه يا عيني ان انت تقوم عشان ما تاخدش بطولات، علشان ما تنكدش على الناس، علشان ما فيها يا كابتن ميزو.